إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف شاهدت منذ قليل المقابلة كيفاش انتهت بإصابة لواحدة. منتخبنا المغربي ينتصر على الباراغواي بإصابة لواحدة، ولكن مهما كان في بداية الشوط الأول كانوا منتخبنا متمسك في الكرة، منتخبنا لعب يعني بصراحة بواحد التكتيك معنى الكلمة. ومهما ديك المرة كتكلموا على المقابلة الأولى مع الإكوادور ما بغيتوش التعادل، ويلا المقابلة الأولى المقابلة الثانية كذلك، ولكن مندوش نعطيو في التعليقات المدرب. هذه يلاه البداية، واللاعبين باقيين منسجموش مع بعضياتهم. واليوم منتخبنا بصراحة كيساعدو الحظ ملي منهزمش مع الباراغواي. راكم شفتو بونو هو اللي كان الرجل ديال المقابلة في الحقيقة. راكم شفتو شحال من أهداف محققين، وحيدهم الأستاذ بونو، نسميه أنا الأستاذ بونو، كيفاش كان كيتمرغ على الكواري وكيفاش كيحيد الأهداف المحققة. مهما كانوا منتصر بإصابة ل0، فاش خرج الحكيمي وخرج الراحمي وخرج الخنوس راكم شفتوا المقابلة كيفاش تغيرت وكلهم رجعوا اللور. ولكن باقي ما منسجمينش، والزلزولي كيبغي يدير شي حوايج بوحدو كيما المقابلة الأولى تاني مع الإكوادور كذلك. ومثال ما تكونش ولدي طماع وما تكونش أناني، أعطي لاسيست للدراري كانوا خاوين، كان فارغ حريمات كان خاوي يعطيه يسجل. ولكن ملي بغيتي تسجل انت من وسط 3 العناصر ديال الباراغواي ما يمكنش، ايد وحده ما تصفقش. انت ولدي كتلعب للوطن، كتلعب على الضرب، كتلعب على القميص الوطني، ما كتلعبش غير بوحدك. فاش تسجل غادي نشكروك غير انت بوحدك؟ لا، غنشكرو المنتخب كامل، لأن كاين يتسمى انتصار ديال المنتخب ماشي ديال الزلزولي. هادي هي المرة الثانية وانت كدير هاد المسألة هادي، لا مع الإكوادور كذلك ومثال، ومع الباراغواي تاني كذلك ومثال. باغي تماركي بوحدك وخليتي اللاعبين الحريمات، وديك المرة ما تذكرش ما عقلش لا شكون اللي كان فارغ، ما بغيتيش تعطيه كورة وبغيتي تماركي انت وضيعتي هدف محقق. هاديك خاص المدرب يتكلم على هاد المسألة ديال حنا كنلعبو الوطن، كنلعبو المغرب ب40 مليون، هي اللي كنلعبو ليها هاد المقابلة باش نفرحوهم. ولكن ماشي مشكل، ها هي ما خاصش هاد يبقى يتكرر وما خاصش هاد الشي يبقى يتعاود. والإنسان إلا كانت الأنانية وهذا هو اللي كيخسر المنتخب. مهما كانوا منتخبنا الأول كان كل واحد كيبغي يسجل باش يبان، وكل واحد كيبغي كيضيعوا الكواري وكينهزم المنتخب. ديما كانوا ممرضيننا، ديما مزارعين فينا. اليوم عاد زرعوا فينا شوية الروح، اليوم عاد عطاونا الأهمية ديال كرة القدم. مصر تاهي راكم شفتوا المقابلة ديال البارح، مصر كليناها، مصر بيناها فيها. مصر ولينا فين ما نتلاقاو معاها كنطحنوها من 2023، ومنتخبنا باقي كيغلب في مصر لحد الآن. راكم شفتو البارح ما رضاوش يتعنصروا ولكن داولنا سطاوهم وخرجوا عليهم. منتخبنا في الحقيقة
لعبوا عليهم وكوروا عليهم، داروا ليهم داكشي اللي ما ينساوهش، وخرجوا كيتباكاو بحال لعبوا الفينال. اللي منتخبنا الأشبال عندهم 9 النقاط، هما الأولين في الصدارة، هذا فخر لينا وللمغاربة كاملين. منتخبنا الوطني المغربي اليوم كان في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني تراجع فاش خرج كما قلت الحكيمي والخنوس والراحمي تبدلوا، ولكن من بعد المقابلة تغيرت، والهدف الأول اللي كان تلغى هذاك الشروط محقق، 3 هما بهم شروط، الرابع خارج تا هو الكتاف ديالو بشروط كيتسموا 4 شروط، هذاك ملغي. ولكن الهدف المحقق هي اللي سمعتها بالراس، هدف رائع في الحقيقة، وخاصة نكونوا رياضيين. ولكن حنا على كل حال حنا فرحانين بهذا المنتخب، وفرحانين بالعطاء اللي كيعطيو، ونتمناو ان شاء الله لفريقنا الوطني مسيرة موفقة. والحلم ديالنا، الحلم ديالي انا بعدا اللي كنحلم به حاليا، انا باقي كنحلم بهذا الحلم وخاصو يتحقق. كأس العالم خاصو ان شاء الله نربحوه، ويكون صاحب الجلالة في الحافلة في وسط من اللاعبين، هو الابن ديالو والأخ ديالو مولاي رشيد، ويكون هاز الكاس في وسط من اللاعبين وكيدور في العاصمة إن شاء الله بحول الله. هذا هو الحلم ديالي، وصافي ما باغيش شي حاجة أخرى إلا هذا هو الحلم اللي كنحلم به. كأس العالم يكون إن شاء الله من نصيب فريقنا الوطني، وعندنا منتخب إن شاء الله غادي يفعلها، وقادين عليه إن شاء الله إلا فعلوها. وإلا كان التحكيم تاني بالعدل، ولا كان التحكيم واضح، ولا كان الفار كيغوت وما تكونش السياسة وما تكونش في كأس العالم، إن شاء الله غنربحوه بإذن الله إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحلم ديالنا. تحياتي لجميع الرياضيين والرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعارنا الدائم الله الوطن الملك.